هل عمرك حسيت انك مش لوحدك في البيت، وان كمان في حد بيتحرك حواليك بس مش شايفه؟ صوت خطوات، همسات، ضحكة خفيفة وانت لوحدك في اوضتك. الناس بتسميهم عمار البيوت، بس يا ترى هما ايه بالظبط؟ جن ولا مخلوقات تانية ولا مجرد خيال بني ادم خايف؟ النهاردة هنتكلم عن حكايات كتير، عن أسرار البيوت اللي عمرها ما بتنام، عن المخلوقات اللي عايشة وسطنا من غير ما نشوفها، واللي ممكن تكون دلوقتي وانت بتسمعني حواليك. الناس زمان كانت بتقول ان عمار البيوت هما نوع من الجن، بس مش اي جن، هما اللي ربنا خلقهم يعيشوا معانا في البيوت، يشاركوا المكان ويسكنوه زينا بالظبط. يعني البيت اللي انت فيه ممكن يكون ليك سكان تانيين، بس الفرق انهم مش بيظهروا الا لو حصل حاجة. علماء الدين بيقولوا ان الجن انواع، في منهم المؤمن وفي الكافر وفي المخلص واللي بيحب يعمر البيت بالخير، وفي اللي بيخليه جحيم. عمار البيت في الغالب مؤمنين، بيعيشوا في سلام، بيصلوا، بيكرهوا الدوشة والمعاصي، بيبعدوا لو سمعوا قرآن أو أذان. مش شرط تخاف، لأن وجودهم مش دايما شر، لكن في علامات الناس بتربطها بوجودهم. تحس إنك شايف خيال بيعدي بسرعة في المراية، تسمع صوت خبط خفيف بالليل، تحس إن في ريحة غريبة تظهر وتختفي، أو تحس إن في حد عدى من وراك وإنت متأكد إنك لوحدك. ناس كتير بتحكي إنها بتحس كأن في نفس معاها وهي في الأوضة. وفي منهم اللي بيقول إن العمار بيحبوا الأطفال الصغيرين وبيظهروا ليهم في شكل أصدقاء خياليين. بس خلي بالك، مش كل صوت أو خيال معناه إن جن. أوقات بيكون بيتهيألك، وأوقات تانية بيكون فيه فعلا حاجة. دي حكاية حقيقية حصلت في قرية صغيرة في الصعيد. الناس كانت بتقول إن بيت أم زينب قديم جدا، وفي أصوات غريبة بالليل بتحصل. كانت الست أم زينب طيبة جدا، بتصلي وبتقرأ قرآن على طول، بس كانت بتحلف إنها كل يوم بعد العشاء تسمع صوت خطوات في الصالة. كل ما تقفل النور تسمع صوت، وكأن باب الأوضة بيتقفل لوحده. ومحمود كان بيحس إن التليفون بيرن، ولما يرد مفيش صوت. فضلوا كده شهور، لحد ما في يوم سابت مراته البيت فجأة وقالت له في واحدة بتكلمني في المراية وبتقول امشوا. بعدها بيومين لما جاب الشيخ يقرأ قرآن، الشيخ قال ان البيت فيه عمار كانوا بيصلوا في أوضة معينة، وانهم اتضايقوا لما الناس سكنتها. بعد القرآن والأذان اليومي كل الأصوات اختفت، والنهاردة الشقة رقم 6 ساكن فيها عيلة تانية، بس محدش بيقعد فيها بعد المغرب. العلماء بيأكدوا ان عمار البيوت حقيقيين، لكن محدش يقدر يشوفهم او يتواصل معهم بإرادته. وأي حد يقولك أنا بكلم العمار أو بستعيدهم، أعرف إنه بيلعب بالنار، لأن ربنا قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني لما الإنسان يحاول يتعامل معاهم، النتيجة بتكون دايما شر وأذى. في بيت في الإسكندرية كانت أسرة بتقول إنها كل يوم قبل الفجر تسمع صوت كأن تسبيح جاي من ناحية المطبخ. الأم كانت تقوم تشوف تلاقي النور طافي، بس ريحة مسك مالية المكان. جابوا شيخ قال لهم دي أرواح طيبة عمروا بيصلوا ويسبحوا في الوقت ده. قال لهم حافظوا على قراءة البقرة، لأنها بتجلب البركة وتطرد الشياطين. ومن يومها البيت بقى هادي جدا، وكل ما حد ينام يحس براحة غريبة، كأن في حماية حواليهم. عمار البيوت مش دايما مرعبين، ولا كل صوت غريب معناه في جن، بس في نفس الوقت العالم الغيبي حوالينا أكبر من اللي احنا متخيلينه. افتكر دايما، اقرأ قرآن، حافظ على الأذكار، واحترم المكان اللي انت عايش فيه، لأن يمكن اللي ساكن معاك بيسمعك دلوقتي. أنا كنت معاكم، وما تنسوش لو حسيتوا بحاجة غريبة في البيت النهاردة اقروا آية الكرسي،
وقولوا السلام عليكم يا عمار المكان، احنا الضيوف.